الام مهمله جدا، سايبه ابنها واقع على الارض وعماله تلعب في التليفون، وبيدخل الخدام اللي عامل نفسه طفل وبيتضايق منها، فبيدخل الكلب وبيحطه مكان الطفل، وبياخد الطفل وبيحطه في كرتونه الزباله، وبعد شويه بتمسك شنطه الزباله وبتروح ترميها هي والكرتونه، وبتفضل تزق الكرتونه برجليها لحد ما بتخرج بره، وكل ده وما تعرفش ان ابنها في الكرتونه. وبعد ما بتدخل في عمليه نظافه بتشوف الطفل في الشارع، وبتاخد الطفل وبتكون مش عارفه مين اللي خرجه بره كده، وبتنده كتير على امه بس محدش بيرد. ولما بترجع بتمسك اللبن وبتديه للكلب عشان تحسب ان ده يبقى ابنها، وبيدخل جوزها بيلاقي انها بترضع الكلب، وبيزعلها ولا انت بتعملي ايه وفين ابني، وبتتصدم لما بتشوف ان ده كلب وابنها مش موجود، وبتقول له ده كان لسه هنا، وبيروح على طول يراجع الكاميرا من بره البيت، وبيلاقي الزباله هي اللي اخرت الطفل، وبيقول لها ابننا ضاع بسبب ادمانك للتليفون. وبتخرج في الشارع وبتدور على ابنها في كل مكان بس مش بتلاقيه، وبتعيط وبتقول تعالى انت بس وانا مش همسك التليفون تاني. ولما بترجع البيت جوزها بيزعق لها وبيقول لها كل ده بسبب ادمان التليفون. وبيطلع بقى الولد اللي عمل كده ومعاه الزباله ومعاه ابنها، وبيطلع ان جوزها وهو ماشي شاف ابنه معاها ونزل على طول عشان ياخده، بس رفضت انها تديهوله عشان هم مهملين، فقرر انه يتفق معاها عشان فعلا ما كانتش بتهتم بابنها ولا بيه ولا بالبيت، وكان تفكيرها كله في التليفون، فقرر انه يديها قرصة ودن، وعمل كده عشان تتعلم الدرس.